السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعبانين ولكن الحمد لله على كل حال. منقلب اليوتيوب منشوف الطب في الخارج كيفه. مش في الخارج قوي، في الخارج قريب، مصر والأردن. ما قد احناش طموحين، ما نشيش الطب اليمني نفس فرنسا ولا نفس بريطانيا والهند لا ما احناش طموحين. نشتي الطب في اليمن نفس مصر، نفس العراق، نفس سوريا. طلع لي مقاطع بالصدفة، مقاطع ووزير الصحة حق مصر بيكبس على المستشفى في مصر، وزير الصحة حق العراق، وزير الصحة حق الأردن بيكبسوا على المستشفيات. إذا شاف قرطاس داخل المستشفى انتهى مستقبل المستشفى، يغلقه بقفل 800 طن، ما عاد يفتح المستشفى. كيف قرطاس داخل المستشفى؟ كيف دكتور لابس سنطر ربل ب150 يغلق المستشفى؟ حتى الصاحب يجي هنا يتوظف. الله يوفقك ان شاء الله. الله يوفقك. الله لا يوفقنا. الله لا يوفقنا على الخدمه هذه. الله يوفقك. هنا ونزلوا له دير من على ده ودير من على ده والوضع يموت، في الاخر يقول انت روح ضحى. يقول لك ناصر عندي ساعه البحر. هذا مكتبك بتعملي ايه؟ هذا مكتبك بتعملي مكتبي؟ اه المكتبي ده. اللي انت قاعد عليه ده. ايوه، طب ما انا قلت لكم روحوا هاتوا تذكرة دخول بعد كده. يعني مشكله تذكره الدخول. أيوة. طب شوف العين الاول. تعال ادخل يا ابني. ادخل يا ابني. الشباب الوضع يموت. ودي تتحل معاهم للتحقيق. حط على السرير، حط على السرير. حل التحقيق. حط هنا على السرير يا سيدي. والله يا باشا الناس جت من عند ربنا. يعني جت على التذكره ما عندكيش ضمير، ما فيش احساس. حل التحقيق معاك. حل التحقيق. فين المركز؟ فين المركز؟ وريني المركز ده فين؟ يعني في انا واقف مركز مقفول ومش شغال. مفتوح هنا من 2017. تفتحوا حاجات مش شغاله، بتحطوا يوفا وبتصوروا وبتحطوا اساميكم على حاجات مش شغاله اساسا. الوزير ما ساعتك قلت المستشفى. انا بسال سؤال، تطوير حق انت شغلتها عشان تحط لها يافطه وتشغلها وتديها ميعاد وتحط عليها اسم الرئيس واسم محافظ واسمك على حاجه مش شغاله؟ 1200 عيانه بيجي لها في العياده، يبقى المفروض دي تبقى فول فانكشن. احنا عندنا نقص في التمريض عشان نقص في التمريض. العيادات كام عياده بيشتغلوا عندك بعد في الافترنون شيفت؟ 4 من كام عياده؟ من كل التخصصات. ليه بتقول لي يعني ايه فتره مسائيه؟ اذا كان بيجي لها 1300 الصبح ما تشغلوهم بعد الظهر؟ مش كل التخصصات بتشتغل فترة. ليه؟ علشان انت عندك طوابير بتبقى 1300 الصبح ما تشغلهمش بعد الظهر ليه؟ التخصصات الجنرال هي اللي بتشتغل. مين قال كده؟ قانون؟ مش قانون يا فندم، هم اللي عليهم مؤشرات. بس شويه ناس التعقيدات دلوقتي، انا بتكلم على نايب دلوقتي. مفيش نواب عظام، نقفل اقفل نايب عظم، مفيش عظم تخدير اي سي يو اقفل. العام ولا انا بتكلم على هنا، يبقى نقفل المستشفى دي، الغيها لي، نجيب ظرفها واحنا خارجين، نقفل كده عزيز، اقفل الباب انت والانيس واحنا خارجين. كل المستشفيات يا فندم مفيش عظام، مفيش بص عظام اي سي يو تخدير. انت بتعمل دورين، انا عايز المستشفى دي كلها اطورها. فلو انا هقعد في دورين سنه و3 اشهر، طب ما انا اطور المستشفى في قد ايه؟ 10 سنين؟ لا حضرتك مش. بص يا حبيبي، اذا كنتوا شركه لو بروفايل، عارف يعني ايه لو بروفايل؟ نص نص يعني، سيبوها انتوا قدامكم 15 يوم ياخدوا الدورين دول بيرفكت يا همشي على طول كده. أيا شاهدتوا كيف بيفعلوا بالدكاترة، كيف بيكبسوا على المستشفيات؟ ايش هذا؟ ليش هذا الخطأ الطبي؟ يلا حولوا له التحقيق. شغالين بيشعروا بالمسؤولية، بيهتموا بهذه المواضيع لأني مهمة. في اليمن ما رأينا أي وزير يكبس على مستشفى يتابع يشوف ايش سبب الأخطاء الطبية. ما رأينا وزير الصحة يكبس على هذا المستشفى يشوف هذا المستشفى نظيف ولا، يدخل مستشفى والمستشفى قراطيس، والمستشفى الدكتور لابس سنطر ربل أبو 200، والمستشفى واحد داخل في المستشفى بيطلب، واحد داخل المستشفى بيبيع ملاخي
واحد معه ميزان داخل المستشفى، ميزان، واحد بيبيع مشبك، واحد بيبيع تمر، واحد. نزلوا شوفوا بعض المستشفيات ايش في داخلها. اكبسوا وزير الصحة، وين انت ما تكبس على بعض المستشفيات؟ ما رأينا وزير الصحة ورئيس وزراء او يكبس على المستشفيات يشوف ايش بيحصل داخل المستشفيات، ما رأينا. وفي الاخير انا نزلت فيديو قلت اي شخص متضرر او مع خطأ طبي يتواصل معي. اتفاجأ بان الذي تواصلوا معي واتصلوا لي وجولة عندي ما يقارب 50 مليون 70 120 مليون معاهم اخطاء طبية من المستشفيات، مع ان الشعب اليمني 50 مليون. منين جو 120 مليون؟ الصدق مش 120 مليون، انا محمي قد من هالوس، يعني 100 ملف جمعتهن في يوم، 100 ملف. لو استمر في جمع الملفات وافعل فيديوهات على الأخطاء الطبية ومقابلات مع من أخطأوا في عملياتهم أو في عمليات من أسرهم، علي الحرم لفعل فيديوهات من اليوم إلى يوم القيامة الصبح وأنا مفعل فيديوهات، لأن الأخطاء الطبية كثير. كم يا ناس بيجوا عندي بالملفات. أنا رحمت الشعب اليمني، أمان يخرج باب البيت وهم سرب، باب بيتنا سرب، تقولون لا منوزع غاز بلاش، مساربين بالملفات. يا مصطفى أسير المكتب وهم الآن مساربين بالملفات، أسيرها أنا بالملفات بعدي، أنا من تلاحق أنا في الشوارع بالملفات. أنا تعبت صراحة، كم أجمع ملفات وكم أسمع ناس أخطأوا في عملياتهم، في عمليات أبنائهم، كم جهدي. أنا أشطرح لكم رقم المحامي في الوصف في أول تعليق. أي شخص معه خطأ طبي يتواصل مع المحامي، أي شارع لكم بلاش ولا عايشل منكم ريال، وأنا شاتابع للموضوع. أي شارع لكم المحامي في النيابة في المحكمة، وإن شاء الله إذا معكم أخطاء طبية صحيحة، لأن في ناس بيقول لك أنا معي خطأ طبي وهو كذاب متسلبط مع الموجة، يستغل الحملة، يستغل المحامي بلاش. إذا أنت متضرر معك خطأ طبي فعلا، إن شاء الله يخرج لك تعويض، إن شاء الله يخرج لك قرشين يسفرك تتعالج على حساب المستشفى الذي أخطأ طبيا في عمليتك، في عملية ابنك، في عملية. اطرحوا الملف عند المحامي، شطرح لكم رقمه في الوصف في أول تعليق. أنا خلاص الصوت تعبت من الملفات، أخطاء طبية بشكل عجيب، مع احترامنا للمستشفيات الناجحة، للدكاترة المؤهلين المتميزين الدارسين الفاهمين، هم كثير، ولكن في فاشلين لم يتم محاسبتهم إلى اليوم للأسف، مستمرين. يزيد له هذاك البنج مات، يفعل الله هذاك عملية وينسى السناطل، بعض الدكاترة ينسى السنطل داخل بطن المريض ويفعل له العملية. فاشلين ومستمرين إلى اليوم. قالوا التفاحة الخايسة تخيس الذي جنبها، إذا ما بعدتهاش يخيسين التفاح كلهن. والدكتور إذا هو فاشل خايس وما بعدتوش، الناس يرجعوا يلوموا الجميع بسبب بعض الدكاترة الفاشلين. يا من بتقولوا لا تنتقد الطب، المرحلة حساسة، لا تفتح ثغرة للعدو، يا مصطفى هكذا أنت تخدم العدوان. نفسيا دعوا لك خطأ طبي في البواسير من نازل علشان تعرف الوجع والقهر. لو ما يندعوا لك عملية من نازل في البواسير يشطوها لك، يشطوا ورجع يقول لك غلط، نشتي نزيد نشط مرة ثانية، ويقول لك غلط، نشتي نزيد ندع لك عملية، هترجع تحس ما معنى الخطأ الطبي. تمام يا لا تتكلم على الطب، لا تنفر الناس من المستشفيات، لا تعم الكل، لا احنا في عدوان المرحلة، لا تتكلم. أي حين نتكلم، نموت نتعب نتألم، ما نتكلم. أي حين نتكلم، أي حين قولوا لي، أي حين، أي حين. لا احنا الآن في وضع ما يسمع، ما أي حين قولوا لي أمانة، اكتبوا لي في التعاليق يا من هذه نظرتكم، لا نتكلم الآن، المرحلة حساسة،
المرحلة حساسة وعتستمر وعتجلس حساسة إلى أن تقوم الساعة. أي حين نتحاكى في الجنة، أي حين نتكلم. الحرب خلاص مستمرة، ما عاد إلا حرب. لا ما تفتتح القدس بإذن الله، ننتظر لا ما نحرر القدس. كيف عنحررها؟ يجي يقعد متنا بالأخطاء الطبية، ضروري نصحح من الآن علشان نصير نجاهد وإحنا بخير، إحنا بصحتنا. هو جهاد، في جرحى وفي ضروري من يعتني بالجرحى، من يعالجهم. ما هكذا عن كل ننزف لا ما نموت، يقع لك غير طلقة دفك من هنا تموت. ما بش الدكاترة مع احترامنا، في دكاترة ممتازين، ولكن الجرحى كثير. الممتازين يعالجوا قله، والباقيين أن يصيروا عند الفاشلين ماتوا. الفاتحة من الآن مقدم. تحياتي لكم. رقم المحامي في الوصف في أول تعليق، تواصلوا معه خاطركم.